السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد، يوم كله خير وبركة وطاقة ونشاط. نبدأ اليوم بتاعنا ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو انت اول مرة تزور قناتي فضلا منك اشتركي معايا في القناة وفعلي الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم بإذن الله. وما تنسونيش بلايك الفيديو تشجيعا منكم ليا. نبدأ يومنا ونقول بسم الله. صباح الفل وصباح النشاط وصباح الشمس وصباح الدفا وصباح كل حاجة حلوة. بجد الجو ما شاء الله اللهم بارك. يعني بصوا بقى حلاوة الشمس بقى في الجو الجميل ده. ما شاء الله تبارك الله، تقفي كده تتدفي شوية وتاخدي كمان جرعة نشاط من الشمس. بصراحة يعني بتحمس وبتدفي وبتنشط، يعني حاجة زي العسل. فأنا كنت طبعا أنا اليومين دول بقى بغسل الستاير وبغسل الكفرات بتاعة الأنتريه عندي. فكانوا هم خلاص كنت نشراهم من قبلها، فهم ما شاء الله تبارك الله كانوا خلاص نشفوا. فقلت كده ايه المهم بقى، بس بعد الشمس ايه ما تيجي تمشي عليهم. بحب قوي الحاجه تتحمص كده وعارفين اللي هو ايه، الشمس تتغلغل جوه الانسجه وتحس كده ان الحاجه بتاعتك وانت فرشاها ريحتها حلوه وجميله. فانا سبتهم بقى كده يتشمسوا شويه، وبعدين دخلت جوه. الفيديو اللي فات كنت قلت لحضراتكم اتبقى معايا من فلوس السوق، ففلوس السوق هعمل بيها ايه؟ فانا قلت ان انا اجيب بيهم سكر اركنهم لرمضان. وفعلا جوزي جاب كيسين 2 سكر، بس احنا فتحنا كيس علشان خاطر انا السكر خلص عندي بتاع الشهر، على ما ان شاء الله باذن الله يعني كلها يوم او 2 كده نجيب التموين باذن الله. فقلت استعمل كيس وهحط بداله. يعني انا ان شاء الله باذن الله في اللي هو الكيس الشنطه اللي انا بعين فيها حاجات رمضان هعينه مكانه مكان اللي انا اخدته كده. فجبت كيسين سكر ينفعوا جدا جدا لرمضان، جايب الكيس على 30 جنيه. فانا اصبح كده يعتبر يعني إيه، هيبقى عندي كده 3 اكياس من السكر لرمضان، بعيد عن استعمالي. انا بستعمل 4 في الشهر وفي اوقات اقل. انا كنت عاينه الكيس ده من الشهر اللي قبله، زائد ان هو الكيسين دول كده يبقى عندي 3 اكياس من السكر حلوين جدا. ولسه طبعا بدري على رمضان. لعصاير لحلويات يبقى الحاجة موجودة. لو الطريقة دي يعني ظبطت معاكي ان اي فلوس تتبقى من مصروف السوق او فلوس السوق، لو انت زي حالاتي كده بتاخدي فلوس السوق بس وكده، فاعملي الطريقة دي حلوة قوي 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 هتنفعك. ممكن لو مش عايزة سكر ممكن تجيبي زيت، ممكن تجيبي علبة سمنة. يعني الحاجة اللي انت حاسة ان هي ناقصة عندك في البيت هاتيها، وربنا يا رب يملى بيوتنا جميعا بالخير يا رب. القهوة خلصانة عندي يعني امبارح والنهاردة، اليوم ده تاني يوم، بس على اخر اليوم جبنا قهوة. بصوا بقى يعني بجد بجد انا ما اقدرش اعيش من غير قهوة، حرفيا حرفيا. يعني دماغي كانت مصدعه قوي 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 اليوم اللي قبلها بصراحه، وكان عندي صداع. وما كنتش في المود بتاعي، على عايزه قهوه، انا عايزه قهوه يا جماعه. القهوه دي بتجري في دمي بجد والله العظيم. فالمهم بعت ابني يجيب لي كيس بقى اي حاجه من اللي هي النسكافيه، بس مش هو مش نسكافيه، نوع تاني. فقلت له المهم اي حاجه على ما نبقى نجيب قهوه وكده. فقلت كده اعملي بقى كوبايه نسكافيه بالحليب بقى كده واقعد اشربها، يعني على مزاج وعلى رواقه. وكنت لوحدي في البيت، فبحب قوي 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 لما اجي اشرب قهوه. مثلا اي مشروب بقى من الحاجات اللي هي المودي واللي بتظبط المزاج دي، بحب أوي اشربها لوحدي ما يكونش حد معايا. بحب انا وكده، انا وكوبايه القهوه او انا وكوبايه النسكافيه كده قاعدين لوحدنا في حوار خاص، محدش يتدخل في وسطنا. والله العظيم. لان دي اكتر وقت انا بستمتع فيه، ان انا اكون يا اما بشحن طاقتي ان انا اقوم اشوف شغل بيتي ايه، يا اما اكون مثلا بفكر في حاجه فبجد بجد حلوه جدا جدا. فشربت بقى كوبايه النسكافيه، ويلا بينا ندخل بقى نشوف على هنعمل ايه. انا مش من محبين النسكافيه قوي، يعني انا من محبين القهوه. انا كنت الاول بعمل الرغوه وبعينها عندي في الفريزر وكده. بس اللي كانوا بيشربوها كانوا ولادي مش انا. فحفاظا عليهم وحفاظا على صحتهم ما بقتش بعملها. هم اصلا كيفين شاي، يعني ولادي ربنا يخليهم يا رب يبارك لي فيهم ويهديهم. هم بيحبوا الشاي وانا وجوزي قهوة. احنا هنا فريقين، فريق للقهوة فريق للشاي. فربنا يا رب يهديهم. فالنسكافيه برضو من ضمن الحاجات الحلوة قوي اللي انا كنت بحبها وكنت بعملها وبعينها رغوة في الفريزر. النسكافيه. بس مثلا تقولوا لي نسكافيه ولا قهوة؟ لا قهوة.
فعشان كده ما بقيتش باعمل رغوة النسكافيه دي خالص. ما يعني لأ، القهوة أهم عندي بالنسبة لي. جيت هنا بقى يالّا بينا بقى ندخل كده نشوف هنعمل إيه. النهارده هنعمل غدا، فبما إني هاعمل غدا فحابة إن أنا إيه، وما فيش حاجة عندي برّه في الشقة إن هي تتعمل. هو في شغل عايز يتعمل، بس عايز يتعمل يكون متخصص إن اليوم ده للشغل، مش عايز بقى إن أنا إيه، أكون مشغولة بالمطبخ وهكذا. باحب إن أنا أعمل كده، يكون أكل عندي، أشوف أي حاجة برّه عايزة تتعمل وأعملها بقى تنضيفة حلوة. كان عندي البوتاجاز كان عايز يتغسل من اليوم اللي قبلها، ما كنتش غسلته بصراحة. فقُلت إيه، هاغسل بقى البوتاجاز قبل ما أبدأ إن أنا شغلي. يعني حتى لو أنتِ كسلتِ، هبطانة، مصدعة، جات لِك مكالمة اتلخمتِ فيها، انشغلتِ، ما غسلتيش البوتاجاز من اليوم اللي قبلها، أول ما تصحي اغسليه قبل ما تبدئي في يوم جديد، بحيث إن أنتِ يبقى كده شغالة. البوتاجاز لو اشتغل على دهون عليه أو طرطشة زيوت أو كده، لو اشتغل ولعتيه هيتحرق وهيبقى تنضيفه صعب، انما بالطريقه دي تنضيفه اسهل ما يكون. صليت بنا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جيت هنا بقى هبدا ان انا احضر، اعمل حاجه الغداء. عندي لحمه كنت مطلعاها من الصبح وكنت نقعاها كده في ميه بتفك على طول. هبدأ ان انا اشوحها، بما ان اللحمة فيها نسبة من الدهون فانا مش بضيف اي مادة دهنية خالص، بكتفي بالدهون اللي فيها. ببدأ ان انا اشوح اللحمة، وبحب اشوحها بالتوابل بتاعتها اللي هي فلفل اسمر، حبهان، ورق لوري، بصلاية، طماطمايه. اشوحهم كده مع بعض شوية، بس ما تتكيش قوي في التشويح علشان خاطر ما تغمقش معاكي والشوربة تبقى غامقة. بشوحها كده شوية على الخفيف، وبعدين باروح مهدية عليها. آآ أسيبها الأول أضيف لها المَيّة زي كده وتغلي غلوتين 3، وبعدين أروح بقى ناقلاها على عين صغيرة وأهدّي عليها وأسيبها بقى تعيش مع نفسها، مثلًا نُص ساعة أو يعني نُص ساعة، وبعدين باطفي عليها، وبعدين أرجع لها بقى تاني وقت ما هادخل إن أنا أحضّر الغدا. هابدأ دلوقتي بقى أعمل بصل للخضار اللي أنا هاطبخه. أنا النهارده هاطبخ خضار، فأنا حابة إن أنا طبعًا جايبة الفاصوليا نُص كيلو فاصوليا أنا هاعمله، و هاعمل جنبه نوع تاني علشان خاطر عندي ما بياكلوش الفاصوليا. ف بما إن هاعمل الخضار يعني نوعين 2، بس هي نفس الصلصة ونفس التقلية، فبدأت إن أنا خدت كمية بصل اللي أنا عايزاها، وبدأت إن أنا أتبّلها للطبيخين الاتنين أو نوعين الخضار الاتنين. اللهم صل على سيدنا محمد. وسِبتها بقى كده البصلة دبلت، ضِفت لها كام فص توم، وبرضه بدأت إن أنا أشوّح فيها، وضِفت لها كده الطماطم وسِبتها بقى إن هي إيه، تتسبِّك مع نَفْسها، وتعيش مع نَفْسها. وخلاص غليت وهدّيت بقى عليها وسِبتها كده إيه تتسبِّك. جيت هنا هابدأ إن أنا أعمل الفاصوليا. عايزة أقول لكم الفاصوليا جميلة جدًا، جدًا، ما شاء الله اللهم بارك. لو أنتم بتحبوها، من ضمن الحاجات اللي تتفرّز دلوقتي هي الفاصوليا الخضرا. لو أنتِ حابة إن أنتِ تفرّزيها، لو حابة إن أنتِ تستني شوية تمام. خضار الشتا بقى الفترة الجاية إن شاء الله بإذن الله في شهر آخر 12، شهر 1 هيبقى ما شاء الله اللهم بارك عندنا حاجات كتيرة جدًا، جدًا تتفرّز. في سبانخ وفي بسلة وفي قلقاس. خضار الشتا بقى وجماله، مثلًا لو أنتِ عايزة تفرّزي كرنبيط، لو أنتِ عايزة تفرّزي كرنب، الحاجات دي كلّها، كلّها الفترة الجاية دي لمّا الدنيا تشتي وندخل بقى في الشتا، والخضار يشرب من مَيّة الشتا، أحلى خضار ممكن إن أنتِ يعني بجد، بجد، بجد تستعمليه وتفرّزيه. فما شاء الله اللهم بارك، يعني الخير كتير، ربنا يملى بيوتنا جميعًا بالخير يا رب. هنا بقى اللهم صل على النبي، قطّعت الفاصوليا، وجيت هنا بقى هاخد كده إيه، يعني شوية الصلصة اللي أنا محتاجاهم للفاصوليا. خدت نُص الكمية على الفاصوليا، والنُص التاني هاسيبهم بقى في الحلة اللي أنا هاطبخ فيها الخضار التاني. طلّعت كيس بامية من الفريزر، فدي بقى ميزة التفريزات اللي أنا دايمًا أقول لكم عليها حلوة جدًا، جدًا، بتمشّي اليوم معاكِ، يوم مطر، يوم شتا، عزومة، على مفاجأة، حيرة، ما شاء الله اللهم بارك، يعني بتطلع زي الفل. ولمّا بتبقي مفرّزة الحاجة صح وبالطريقة الصح، ما شاء الله اللهم بارك، بتفضل لونها أخضر
وجميلة جدا جدا. ودايما بتسأل عليها: بس انت بتفرزيها ازاي؟ انا كنت بفرز البامية وعاملاها مع حضراتكم هنا في القناة. بجيبها وبغسلها وبقمعها وبديها غلوة. انا من الناس اللي بدي البامية غلوة، بديها غلوة مع عصرة ليمونة، يعني مية مغلية كده بنزل البامية فيها مع عصرة ليمونة، ومجرد ما تقلب ببدأ ان انا اصفيها واشطفها كده اغسلها وخلاص وتبرد، وبكيسها بقى على حسب عدد افراد الاسره وبعينها في الفريزر. بالطريقه دي تاخدي باميه بصوا 10/10، عمرها ما هتجلد منك. عمرها يعني في ناس مثلا بتفرز الباميه اللي هي تقمعها وتحطها في اكياس وتعينها في الفريزر. انا ما جربتش الطريقه دي بصراحه. اللي انا بجربها واللي بتنجح معايا وما شاء الله حلوه جدا جدا، وطول عمرنا بنعملها كده، وماما ربنا يبارك في عمرها بتعملها كده، هي الطريقه دي. فممكن يكون حد جرب طريقه تانية ونجحت معاه تمام وزي الفل عادي جدا. أم، سبت بقى الباميه كده شويه والفاصوليا تتسبك شويه مع الصلصه، وبعدين ضفت لهم شوربه. وسبتهم بقى يعيشوا كده مع نفسهم يستووا. هعمل بقى شويه رز بشعريه. الغدا النهارده غدا يومين اتنين. ولو اتبقى، لان انا عارفه نفسي وعارفه ولادي وعارفه بيتي ان الاكل ده هيتبقى منه. لو هيتبقى شويه فاصوليا وشويه باميه، لان طبعا انا لسه يومين فلسه ما كلناش اليومين. يوم ما هيتبقى من كده علبة تلاجة صغيرة هحط فيهم شوية الفاصوليا الباقيين، وعلبة تلاجة صغيرة برضو هحط فيهم شوية البامية الباقيين، وعينهم في الفريزر وهنساهم. مش الاسبوع ده، ممكن الاسبوع الجاي، يوم حيرة، يوم انت اصلا مش عارفة تعملي ايه، تلمي البواقي دي كلها وتطلعيها وتسخنيها، وكبيره ان انت هتعملي شوية رز بشعرية مع شوية مخلل، واليوم هيعدي وزي الفل. وفرتي على نفسك ان انت تعملي اكل جديد، وفرتي على نفسك ان انت تقفي تطبخي اكل من اول وجديد. لا ما شاء الله اللهم بارك. ممكن كمان لو في بقى، لو مثلا اي صنف اكل باقي من الاكلات اللي انت كنت بتعمليها، برضو هتحطي طبق منها، يبقى كده سفرة مشكلة من خيرات ربنا، وان احنا حافظنا على النعمة. ما رميناهاش. شوفوا انا عندي طيور، بس ما برميش اكل للطيور بصراحه، يعني ما بحبش ان انا ارمي اكل للطيور. عندي اكل اتبقى بعينه في الفريزر وبطلعه بستعمله لاي يوم تاني. برمي للطيور لو مثلا تنظيف خضره، مثلا شويه رز مثلا كان جاي عليهم خضار، مثلا ما كنا بناكل حاجات بسيطه كده. انما مثلا ارمي كميات للطيور لا، ما انا كده يبقى انا ما وفرتش على نفسي حاجه، وبنرمي نعمه ربنا. فربنا يا رب يعني نلم النعمة تلمنا، عارفين اللي هو ايه مثل بيقول كده: نحافظ على النعمة تزيد في ايدك، وتحسي كده ان في بركة في ايدك وفي بيتك. اتغدينا الحمد لله رب والشكر لله. وقلت بقى بما ان النهارده المطبخ، فانا هعمل كده صينيه كيكه سهله وسريعه تبقى للعشاء، عشان ولادي ما يجوش يقولوا لي يا ماما هنتعشى ايه، يا ماما احنا عايزين ناكل. لان انا عندي ما بناكلش من اكل الغدا. اكل الغدا هو غدا بس مش عشاء. فقلت كده اعمل صينيه كيك ماربل، حاجه كده سهله وسريعه وجميله وبترضي جميع الاطراف وجميع الاذواق. عندي هنا 4 بيضات، لو حابه تحطي 3، لو حابه تحطي 2 اللي يريحك. ده بيض بلدي، فانا حبيت ان انا احط 4 بيضات. 4 بيضات حطيت عليهم، انا كنت حاطه الفانيليا على البيض نفسه. 4 بيضات والفانيليا، وحطيت نص كوبايه من السكر، وضربت كله كويس جدا 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 مع بعض. ضرب البيض مع السكر ده هو السبب ان لون الكيك يبقى فاتح، مش لون السكر خالص، لا. ضرب السكر مع البيض وان انتي بتخليه كده يبقى ناعم وكريمي ولونه فاتح، ده سبب ان الكيك يطلع معاكي فاتح حتى لو سكر تموين عادي جدا. انا بعمل الكيكات بسكر تموين وما شاء الله بيبقى زي الفل. ضربتهم كويس، بعدين نزلت بكوبايه من الحليب ونص كوبايه من الزيت، عليهم معلقه سمنه. حبيت ان انا الكيك المره دي اضيف عليه معلقه من السمنه، سمنه روابي عادي يعني مش بلدي ولا حاجه. وضربت كله كويس مع بعضه. والسوائل ضفت عليهم، بدات اضيف بقى، نزلت في الطبق هنا بالدقيق بالتدريج، وبنخل الدقيق بتاعي، وبرده كيس الكيك شف بنخله بحيث ان هو يبقى الكيك داخله هوا، ويبقى كده الكيك مفيش فيه تكتلات، او الدقيق يكون منخول كويس كده. انا خلاص قلبت الخليط كويس مع بعضه جدا. عندي هنا البايركس، هبدأ ادهنه كده، ادهن الصينية بتاعتي مسحة بسيطة قوي من الزيت. الكيكات دي بقى هتوفر عليكي فطار،
يعني هو كوبايه لبن وبيضتين، او يعني انت ممكن تعملي صينيه الكيك دي ب2 بيضه او 3 بيضه، اللي يريحك واللي انت حابه ان انت تعمليه. هنا انا دهنت الصينيه بالزيت، بس انا يعني عارفين اللي هو طبقت الفوطه كده وحطيتها تحت الصينيه، بحيث ان هي تخلي لي الصينيه يعني نايمه على جنبها شويه. ونزلت بكميه مثلا بنص الخليط او تلت الخليط اللي هو اللي معايا ده، وبدء في الصينيه، عشان انا ميلتها عشان يفضل كده مميل كده على جنبه. وبعدين هبدأ بقى عندي هنا بقية الكيك اللي موجود عندي، هبدأ اضيف عليه معلقتين كده من الكاكاو الخام، وهبدأ ان انا برضو انخله، لان الكاكاو من الحاجات اللي هي بتبقى متكتل كده ماسك على نفسه. فانت لو ضفتي على طول الكاكاو على الخليط هيبقى فيه تكتلات جوه الكيك بعد ما يستوي، انما لما بتنخليه كده وبتضغطي عليه بظهر المعلقه، ما شاء الله بينزل معاكي ناعم جدا. وكمان طعامة الكيك وحلاوة الكيك بيفرق من نوع الكاكاو. لو كاكاو اسباني النوع حلو، ما شاء الله ما شاء الله، بيبقى يخلي الكيك في حتة تانية خالص، طعمه بيبقى في منتهى الجمال، حلو جدا جدا. حطيت كده بس حوالي معلقتين 3 من الحليب علشان الكيك ما يتقلش معايا قوي، لان طبعا الكاكاو هيتقل الحليب. وللمصداقية بجد بجد احلى نوع كاكاو انا جبته. انا جربت محلات كتير هنا في متغمر. بصوا انا هنا بصب الخليط اهو، وتخرت بقى خلاص الفوطه، شلت الفوطه من تحت الصينيه، فاصبح عندي كده الكيك بتاعي نصين اتنين، ودي اسمها كيك ماربل، اللي هي بتبقى نص فانيليا ونص شوكولاته، وفي قطعه كده في النص بتبقى ميكس ما بين الاتنين، ما بين الفانيليا وما بين الشوكولاته. احلى نوع كاكاو انا جربته. انا جربت محلات كتير جدا. حاجة وعد، محل وعد، هو له طبعا فرعين، فرع في شارع التجارة، وفرع في شارع أبو سنة. لا، جهان السادات أعتقد، اللهم صل على النبي، أنا بتلخبط دايما ما بين جهان السادات وأبو سنة. المهم، أحلى نوع كاكاو وأحلى حاجات حلويات من عنده بصراحة، يعني ما شاء الله اللهم بارك، حاجته حلوة جدا جدا. فدخلت بقى الصينية عندي في الفرن، وجيت هنا علشان هبدأ ان انا اغسل بقى المواعين، حاجة الغدا وحاجة الكيك، واخلص كده الحوض عشان الدنيا تكون معايا كده رايقة حواليا وفاضية. جالي تعليق حبيبتي بتقول لي: يا بسمه، لو وصلت معايا لحد هنا فضلا منك يلا حطي لي لايك للفيديو واشتراك في القناه لو انت لسه اول مره تشتركي معايا، وفعلوا الجرس علشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله باذن الله يوصل لكم. ويحط لايك كده للفيديو، وما تحرمش منكم ابدا ابدا من كلامكم وحبكم وجبر خاطركم. ربنا يا رب اللي انتوا بتجبروهولي، ربنا يا رب يجبر بخواطركم جميعا يا رب، اللهم امين، ويبارك لنا في اولادنا ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. حبيبتي بتقول لي: يا بسمه، انا جوزي بيديني باليوم، ومش عارفه ان انا احوش حاجه خالص، ولا عارفه ان انا وخايفه من دخلة رمضان. بتقولي انا مش عارفه اعمل ايه. بصي يا حبيبتي، اللهم بلغنا رمضان، رمضان بيجي بخيره وبيجي برزقه وبيجي ببركته، ما شاء الله اللهم بارك. بيبقى رمضان فيه بركة يعني غير عادية، انت بتكوني عاملة الاكل عشان تكفي يوم، ببركة ربنا سبحانه وتعالى الاكلة بتكفي يومين اتنين. هو رمضان بس بيحتاج تنوع، ان احنا كل شوية كل يوم ما نعملش كميات كبيرة، نعمل كميات صغيرة، بحيث انه يبقى فيه تنوع كده في الاصناف وفي الاكلات. طيب، بتقول انا خايفة من دخلة رمضان والحاجات وكده، لان جوزها بيديها باليوم وهي مش عارفة تعمل ايه. طيب حبيبتي، ايه رأيك مثلا جوزك بيديكي مصروفك باليوم، ايه رأيك حوشي؟ يعني طبعا احنا لسه كتير على رمضان، يعني لسه حوالي 4 شهور على رمضان ان شاء الله بإذن الله. ايه رأيك من هنا لرمضان قدامك 4 شهور ان شاء الله بإذن الله، في خلال ال4 شهور دي ان انت مثلا كل يوم من الفلوس اللي هو بيديهالك، اول ما يديكي الفلوس شيلي 20 جنيه 30 جنيه على قد ما يقدر. لو يوم مش هتجيبي طلبات كتير، او لو يوم مش هتصرفي فيه كتير، شيلي 30 جنيه. يوم مثلا هتصرفي يوم 20 جنيه، يعني ما فيش يوم يعدي عليكي غير لما تركني قرش على جنب. تمام. طيب انا هستنى لحد رمضان ما يجي؟ لا، ما تستنيش لحد لما رمضان يجي. الشهر ده مثلا انت مثلا لو انتي، احنا لسه في اول شهر 11 اهو، لو انتي مثلا كل يوم 30 جنيه، 30 على اخر الشهر، هيبقى معاكي 900 جنيه، صح؟ 3 في 3 ب9، صح؟ هيبقى معاكي 900 جنيه. ال900 جنيه دول روحي هاتي بيهم اي حاجة اللهم صل على سيدنا محمد،
لرمضان. جيبي مثلا سمنة، جيبي مثلا 3 كيلو سمنة، او على حسب بقى المنطقة عندك الاسعار بتكون ايه، 3 سمنة بلدي، جيبيهم واركنيهم عينيهم في الفريزر. او علشان خاطر برضو تسندي معاكي البيت، هتجيبي 3 كيلو سمنة، عيني مثلا 2 كيلو لرمضان، وسيبي كيلو سيحيه وانبسطي بقى وفرحي يعني، واطبخي منه واستعمليه عادي جدا جدا. انا الشهر ده كده يكون ركنت سمنة رمضان. هاجي الشهر الجاي مثلا برضو نفس النظام، هتحوشي 900 اكتر او اقل على حسب ما ربنا يعني يقدرك ان شاء الله باذن الله. روحي هاتي مثلا سكر وزيت، سكر وزيت واركنيهم. وبرضو لو احتجت لبيتك ان انت مثلا تاخدي ازازة زيت من الزيت اللي انت هتشتريه، ما جراش يعني ان شاء الله باذن الله الدنيا توفي وتكفي والدنيا تمشي معاكي تمام وزي الفل. يبقى انا كده معايا سمنه، معايا سكر وزيت الشهر، وهكذا امشي بقى. مثلا الشهر اللي بعده هجيب مكرونه ورز وهركنهم، او بلاش مكرونه ورز، لو مثلا عندك مكرونه ورز انا هجيب لحمه وهركنها. خلي اللحمه، او خلي اللهم صل على النبي، انا كنت عايزه اقول ايه تاني، اللحمه وحاجه بقى رمضان اللي هي البلح واليميش والحاجات دي، اخر شهر هو اللي انت تجيبيه، اخر شهر هو اللي انت ايه تجيبي بيه الحاجات اللي هي مثلا لو لحمه، لو بلح، عرقسوس. طبعا مش هتجيبي سكر موجود عندك، مش هتجيبي مكرونه موجوده عندك، زيت، الحاجات دي موجوده عندك ان شاء الله باذن الله. فمن هنا لرمضان لو ب30 جنيه او ب20 جنيه او على حسب ما ربنا يقدرك. طيب انا مثلا ده بالنسبه للي هي بتاخد مصروف باليوم، والدنيا هتمشي. ورمضان والله هو مش اكتر من ان هو تنوع، اكتر ما هي زنقه ميزانيه. احنا مثلا بيبقى اليوم كله او معظم الايام بتبقى محتاجين ان يكون فيها بروتين، يا لحمه يا فراخ يا اسماك. يبقى ننوع بقى، ما اجيبش مثلا فرخه كامله واطبخها وتخلص في نفس اليوم، لا، انا الفرخه دي ممكن ان انا اعملها مثلا اكلتين، او ممكن 3. الصدر مثلا اعمله على اكلتين وبقيه الفرخه على اكله واحده. طب انا جوزي مش بياكل بكده، والله بصوا بقى، يعني يوم ما يقولك مثلا ايه الاكل اللي انت عاملاه ده او الكميات اللي انت عاملاها دي، اطبخي يا جاريه كلف يا سيدي. مش في مثل بيقول كده، اطبخي يا جاريه كلف يا سيدي. كل واحده فينا بتطبخ على حسب المتاح معاها والمتاح بين ايديها. إيه انت مثلا معاكي جوزك بيديكي ب100 جنيه في اليوم، ده مثل. إيه، فانت لازم هتصرفي نفسك في حدود او في حيز ال100 جنيه، ان انت تجيبي طلباتك وتمشي نفسك. وما ينفعش بقى 100 جنيه وكل يوم عايز لحمه وكل يوم عايز فراخ، طبعا ما ينفعش. فربنا يا رب يوسع ارزاقنا جميعا ويرزقنا البركه، وكله بيعدي والله. الحياه مش اكل وشرب، الحياه فيها حاجات تانية كتير وفيها التزامات تانية كتير. ربنا يا رب يعني يرزقنا كده حسن التدبر، وربنا يكفينا شر المرض اهم حاجه، ويهدي اولادنا ويحفظهم. فدي افكار كده بسيطة خالص، لو انت مثلا بتاخدي مصروف باليوم وعايزة ان انت تجيبي حاجة رمضان فتحوشي. يعني اعملي مثلا ايه مع نفسك حصالة شهرية، حطي فيها اللي ربنا يقدرك عليه، اللي ربنا يقدرك عليه، 20 جنيه 30 جنيه، ازيد اقل دي بقى يعني ايه ترجعلك، وعلى حسب طبعا المصروف اللي انت بتاخديه، لان حضرتك ما ذكرتيش انت بتاخدي كام في اليوم وكده. المهم حصالة شهرية، وكل شهر اخر كل شهر روحي هاتي حاجتك، شوفي ايه اللي ناقصك هاتيه واركني منه. فربنا يملى يا رب بيوتنا جميعا بالخير، ودايما ندعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو ربنا يرزقنا كده حسن التدبر، ويرزقنا البركة يا رب في كل اللي ما نملكه يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. كده انا خلاص غسلت المواعين، والحوض بقى فله، وبرده مسكت الحوض كده غسلته غسله محترمه، والرخام بقى، وفضيت كده الرخام من كل حاجه عليه. كنت اتسألت على نوع الرخام ده اسمه ايه، والله انا مش عارفة بصراحة. هو الشكل ده، بس بصراحة انا هما كل الناس شكرت لي فيه، والمتابعين حضراتكم شكرتوا لي فيه وجميل، بس انا من الناس اللي ما بحبش الغامق، وبندم ان انا عملت الدرجة دي بصراحة، يعني مصداقية. انا كنت عايزه ان انا افتحه، اعمله درجه افتح من كده، وحضراتكم قلتوا لي ده هو حلو وجميل يا بسمه، وانا والله انا هو الحمد لله يا رب جميل وكل حاجه، بس انا من الناس الحاجه الغامقه اللي قدام عيني كده بتضايقني. ما بالكم بقى لو كنت عملت جالاكسي الاسمر، لان كان في متابعين قالوا لي اعملي الجالاكسي الاسمر، استحاله، استحاله خالص. انا ما بحبش الحاجات الغامقه. بحب الحاجه الفاتحه كده بصراحه.
بتدي راحة نفسية بصراحة، انما ده شيك وجميل وكل حاجة حلوة فيه، بس مش معايا مش ماشي معايا خالص بصراحة. فالمهم هو جميل وحلو، بالتالي جرانيت مش عارفة للمصداقية، انا مش عارفة بصراحة. اللهم صل على النبي. كده بقى صينية الكيك بتاعنا كان استوى. طبعا بقى الشتا داخل علينا، ومحتاج كده كل شويه تولعي الفرن تعملي لهم حاجه دافيه كده تتدفي وتدفي الشقه، وريحه كده الخير تملى الشقه بصراحه، بتبقى حاجه جميله جدا جدا. بصوا بقى الجمال، يعني احنا عملنا صينيه كيكه 3 في 1. اللي عايز فانيليا موجود فانيليا، اللي عايز شوكولاته بس موجود شوكولاته بس، اللي عايز ميكس موجود الميكس. يعني احنا كده عملنا 3 في 1 واشترينا دماغنا وريحنا نفسنا. عشان ايه؟ انا بحب الفانيليا، ولادي بيحبوا الشوكولاته، إيه جوزي اي حاجه ما تفرقش معايا بصراحه. فاللهم صل على النبي. فاللي عايز فانيليا انا باكل من الفانيليا، ولادي بيحبوا الشوكولاته، جوزي مثلا ياكل من اللي هو القطع الميكس، تمام التمام وزي الفل. فربنا كده يا رب يبارك فيهم ويهديهم يا رب ويصلح حالهم يا رب. كده قلت اعمل كوبايتين كده شاي بلبن لولادي، ربنا يا رب يهديهم ويبارك لنا في اولادنا ويصلح حالهم يا رب، كده ياكلوها كده. ده كنا بقى بالليل يعني. بص انا كنت غسلت المواعين وشطبت خلاص المطبخ، وصينيه الكيك كانت طلعت برضو بقالها شويه، وقلت بقى كده ايه اعمل لهم بقى كوبايتين شاي بلبن، عشان انا عارفه اخرج من المطبخ ماما اعملي لنا شاي، ماما اعملي. فقلت ايه اخدها من قصرها واعمل لهم كده الشاي بلبن ياكلوه جنب الكيك وبألف هنا وشفا. وخلاص ده كده الكيك بتاعي. بصوا ما شاء الله تبارك الله جميل جدا جدا، جربوها هتعجبكم قوي قوي قوي. بصوا بقى الجمال، خطيرة. ولون الكيك الفانيليا طبعا فاتح جدا وهشة ولذيذة وزي القمر، وطعمها وريحتها في منتهى الجمال بصراحة. ده كده الفيديو بتاعي معاكم النهاردة، وده كده يومي معاكم. يا رب الفيديو حبايبي يكون عجبكم. بصوا بقى صينية الكيك حلوة قوي عشاء، يبقى انا كده ايه ريحت دماغي من العشاء ومن الفطار. لان ولادي ما يعني من النوعيه اللي هم ما يعرفوش ياكلوا حاجه الصبح. يعني مثلا ان هم ايه بالعافيه لو كلوا مثلا قطعه كيك قبل ما ينزلوا، انما مثلا ياكلوا سندوتش من السندوتشات بتاعتهم، لا ما بيرضوش ياكلوا خالص في سندوتشات. لو مثلا قلت لهم ايه خدوا كلوا حته الكيكه دي ياكلوها عادي، انما حاجه تانية لا. فبحب ان دايما يكون عندي كده كيك موجود في البيت. والتسويه ما شاء الله تبارك الله حلوه جدا جدا. الصينيه مش محروقه ولا حاجه، هو طبيعي ان يبقى فيه يعني طبقه كده من الكيك على الصينيه. ده كده الفيديو بتاعي معاكم النهارده، وده كده يومي معاكم. لو وصلت معايا لحد هنا اكتبوا في التعليقات لا حول ولا قوه الا بالله. بحبكم جدا جدا في الله. ربنا يسعدكم ويجبر بخواطركم جميعا. اشوفكم على خير في فيديو جديد. هتوحشوني جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.